ماتش ناري ومستنيينه من زمان. مانشستر سيتي بطل أوروبا يقابل الوداد المغربي، واحد من أعرق الأندية في أفريقيا في بطولة العالم للأندية. صدام كروي كبير والكل عينه عليه، فهل يقدر الوداد يحقق المفاجأة ولا السيتي هيفرض كلمته زي ما احنا متعودين؟ مانشستر سيتي داخل البطولة وهو مرشح قوي طبعا، فريق مليان نجوم ومدرب عبقري زي جوارديولا، ودايما بيبقى مرعب لأي خصم. بس على الناحية التانية الوداد فريق كبير برضه وعنده خبرة أفريقية وعربية ومش جاي يتمشى. الوداد هيحاول يثبت نفسه قدام بطل أوروبا ويحقق حاجة تاريخية. الماتش ده في أول جولات كأس العالم للأندية، ودي فرصة للوداد إنه يلفت أنظار العالم كله، خصوصا قدام فريق بحجم السيتي. ومن ناحية السيتي وعايز ياخد البطولة دي عشان يضيفها لإنجازاته. المواجهة هتتلعب على ملعب لينكولن فاينانشال فيلد، ملعب كبير وجاهز لحدث عالمي زي ده، وهيكون في جمهور كبير من كل الجنسيات طبعا. المباراة هتتلعب يوم الأربعاء اللي جاي الموافق 18 يونيو 2025، وده في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، يعني الساعة 6 في ليبيا والسودان وخمسة في تونس والجزائر والمغرب. أما في الإمارات وعمان فالماتش هيبدأ الساعة 8 مساء. لو بصينا على آخر 5 ماتشات للفريقين هنلاقي إن مان سيتي رجع بقوة، لكن عنده بعض التعثرات. أما الوداد فشكله لسه بيحاول يرجع لمستواه المعتاد، وده بيخلي الماتش صعب على الفريقين. قولولنا في الكومنتات تتوقعوا مين يكسب، هل الوداد يعملها ويفاجئ العالم ولا السيتي هيكمل الهيمنة الأوروبية؟ ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد عن مباريات كأس العالم للأندية.